إخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة جاكي برو ماكس. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. توحشناكم إخوة الأخوات. سالت المقابلات، سالا كاس إفريقيا، غادي يبدا كاس العالم، نخليو في الجانب. قبل ما نبدا معكم هذه الحلقة إن شاء الله غادي تكون شيقة باش نكمل لكم على الحلقة اللي فاتت. بعض الإخوة الأخوات كاين اللي عيط ليا بحال الصديق ديالي، واحد السيدة حتى هي، واحد الصديق هنا قال بغينا نتواصلوا معاك. مرحبا، انا راه خليت التليفون ديالي، الهاتف ديالي ديال الواتساب في الغلاف ديال القناه. اللي قاري راه كيعرف الغلاف ديال القناه اللي كيكون فيه التصويره والعنوان ديال القناه، ولكن اللي ما كيعرفش، اللي عندنا هنا الناس كبار كاين عنده 60 عام وكاين 50 عام وما فوق، كان امي يسول وليدو ولا بنيتو اشنا هي الغلاف ديال القناه. هو ملي كتحط القناه قدامك كتلقى الصوره المصغره ديال اللي داير في الكاسك. انا كنهضر مع الناس الاميين، اما اللي قاري راه فاهم تبارك الله عليكم. والفوق كيكون واحد لابون تنقولوا لها غلاف، تتكون تصويره واسم القناه، راه كاين الرقم ديال الواتساب اللي بغى يتواصل معنا ان شاء الله من هنا لقدام. اخوة الاخوات، نبداو في الطريقه باش اللي بغى يتواصل معايا مرحبا به. اول حاجه انا كنكتب، انت ملي غتدخل عندي خصك تخلي اول اوديو. علاش؟ انا نقولك علاش. حنا غنديرو العلاج والشافي والله. غتخلي اوديو تقول لي الاسم ديالك، اللقب ديالك، والتخصص ديالك والمدينه، وتقول لي جاكو برو ماكس انا باغي نتعالج ودخلت عندك الواتساب وانا في كامل قوة عقليه وكنتحمل المسؤوليه ديال نفسي. هادي واحد، انت اللي راجل ولا شاب ولا انت مراه ولا دريه اللي كان. القاصرين، شي مرا عندها ولدها معذبه في حياتها في هادشي ديال المسؤوله البنت، قاصر، تكون اوتوريزاسيون من عند الاب. اما كاينش شي مرا تدخل عندي تقول لي بنتي مريضه عندها 14 سنه ولا 16 وما تقول لها الزوج ديالها ما تدخلش عندي. قاصر تقول لها الراجل ديالها. انا الشريف تخلي لي اوديو، شريف الله يخليك انا فلانه كذا كذا، العمر ديالي والسن ديالي، عندي بنتي مريضه كذا وكذا كذا، بغينا العلاج، فضلك فضل الله هو الاول والشافي هو الله. وتقول لي انا في كامل القوى العقليه ومسؤول على نفسي. مرحبا، اوديو ديالك دخلي لي غنوافق معاك. ما كاش عندك الراجل ميت وعندك الولد كبير وعندك البنت مصيبه بالمس، قوليها لولدك. والعكس، الراجل بغى يدير مع على بنته يشاور المراه ديالته باش تكون واحد التلاحم، والبنت الا كانت قاصر هي الوحيده، ولا الدري قاصر هو الوحيد اللي غادي ندير معاه اوديو، حيت كيكونش يفهم بزاف. يطلق لي باه اوديو، ولا عنده البنت يطلق لي الاوديو هوت بالور، يعني باش نهضروا ويسمع هو يسمعوا كاملين، يكون واحد الصمت، وخليني نهضر مع الابن ديالو ولا البنت وهو حاضر والزوجه ديالته. هذه وحده. كانت شي وحده راشده ما مجوجاش تخبر الاب ديالها، كانت شي اخت ما مجوجاش تخبر الاخ ديالها ولا الاب ديالو بان غيكون معاه شريك في الواتساب وغيدخل معاه بالنسبه للعلاج، باش يكون داكشي مقنن ومنطقي. لا كان ما تنديروهاش، حنا تنكتبوا وانت كتكتبي، ولكن الاوديو الاول يجيني هو هذاك في واحد دقيقه حتى 3 دقائق، يعني الاوديو باش يوصلني هنا ما يكونش 5 دقائق، دقيقه حتى 3 دقائق باش يوصل. هذا هو اللي بغيت نقول لك. سميتك وكنيتك والسن ديالك، وتقول لي انا في كامل القوى العقليه الشريف وباغي نتعالج على يديك، انا كنتحمل المسؤوليه. مرحبا بك. لماذا هذا الاوديو بلا ما يدخل عندي؟ باش انا ملي كندير الانترفيو وانت نشخص الحاله انا كنكتب، انت كتعطيني اوديو ولا اكريغ، ملي كيوصلني مثلا هذاك الاوديو كنتي اميه ما تتكتبيش، وصلني داك الاوديو في دقيقه او دقيقه ونص كنحلو، و ميم طون كنصيفط لك كملي لي وانا كنعطيك الجواب. انما بشرط اللي غيكون معايا الله يخليه في الدار، انت الراجل ولا انت الشاب ولا انت المراه ولا انت البنت، حاولوا تكونوا في المكان ديال النوم ديالكم. مثلا الا كان شاب كينعسو عائلته في الصالون، شاب وخوه ولا جوج خوت ولا 3 ماشي مشكل، هذا ما يهمنيش. في داك المكان اللي كينعس فيه هو اللي كيكون فيه العرق ديالو، وكيكون فيه كما كنقولوا مضربه شربات،
حس ديالو راه كيكون في داك، يعني ملي كيكون الانسان متلبس به الشيطان. حيت واش كاين عندنا الجن، والجن اش كيتبعوا؟ العمار، هو العمار ديال الدار. العمار اش كيتبعوا؟ الروح. شنو هاد الجن؟ الجن هو اللي مخ خلق الله، وهاد العمار هما اللي ساكن معاك في الدار. اول وحدين ساكن قبل كيتسمى العمار. الروح هو الدري صافي كيقول لك ماما ولا الوالي شوف شي واحد الحاجه دايزه، هذا كتسمى روح. ثاني حاجه كاين الشيطان. الشيطان ملي كيتمرد كيوصل كيولي مارد، وملي كيوصل مارد وكيفوت الكراد ديالو كيولي عفريت. اذا عندنا 6. حنا باش غنحاربوا هاد 6 اللي هو جني واحد، وغادي نحاربوا كيقولوا لك العمار الدار 2، وغادي نحاربوا الروح اللي كتمشى خيال في الدار كتبان بحال الخيال، وغادي نحاربوا سميتو شحال ما كيدير سمعت صوت وبان لي شي حاجه دازت. اذا جني، عمار ديال الدار، روح. اش كيولي عندنا؟ الشيطان. الشيطان هنا ولا صعيب وزاد واحد الكراد كيولي مارد، والمارد الا زاد كراد مزيان طلونسا كيولي عندنا اش كنقولوا ليه الشيطان مارد كيولي عندنا عفريت. اذا 6 باش نحاربوهم خصك تسمع ليا بالتجربه اللي عطانا الله. ربي راه خلق ملائكه كيطيعوه، ولكن شتي في الحروب وقريتي القصص ديال الدين راه تتشوف بان الملائكه راه هما جنود الخباء في الارض. الا وهبهم لك الله كيساعدوك. ما غير سيدنا جبريل وجبرائيل وميكائيل وغادي هادوك كاع مولوك. وكاينين الجن في الارض السفلي اللي كنسمعوا حنا التوقعات ديالنا كيقولوا الله اعلم شان هروج وهذا اللي في الارض ديال الكنز وزيزه بلا ما نقولوا سميات. اذا هنا كنختصروا هادشي باش نقول لك، باش نزيد نساعدك في العلاج. حاول تكون في البلاصه انت اللي فيها باش ما يفهمش شي واحد ناقص. البلاصه اللي كتلبس فيها حوايجك، اللي كتاكل فيها، الحيط اللي كنعس. بحال انا شاب ما مجوش عندي السداري كنعس فيه، هذاك السداري راه بغيتك ملي تكون طفي عليك الضوء وتكون شاد البوطه وتكون فيه هو. غتقول لي نمشي للصالون السير، حيت هو هذاك هاد السل اللي ذكرتهم ليك راه يخليك تتسارى في الدار، ولكن هو كيجيك واحد الوقت اللي تتكون انت في ذاك البيت اللي هو كبر معاك فيه 14 سنه 22 سنه 30 سنه، وفي الدار خليك تدخل الكوزينه بحال اختو وخليها تمشي للصالون. اللي بغى يريح في الصالون يريح مرحبا. انا ما تنقول الخبره اللي قالوا لي. اذا هنا اول حاجه كنديروا النقطه الاولى، وان استشاره ديال الاب ولا الام ولا استشاره مع القصير الناس اللي راشدين. راه الوقت ديالي فاش كنبدا انايا فوق صلاه العشاء نشخص الحاله. الو الانسان اللي عنده الصح المدفون وصعيب هذا كنبدا به مع 12 الليل حتى 3 ونص ديال الليل. تما عندي كيفاش غنقول لك الخبره باش كيخرج داك الجن كيكون مرح. كيطلعوا هاد 6 ولا يطلعوا 2 ولا يطلعوا اللي كان، حيت صعيب باش تجبد في ديك اللحظه. السحر مدفون وعليه حراس كما حكيت لكم. اذا اللي بغى يتعالج باذن الله جل وعلا في علاه عند الشريف يتبع لي هاد المنظومه، هاد القواعد اللي قلت لك. اوديو في الاول يعرف الشخصيه ديالته، ومن بعد نبداو في اكريغ والكتاب. انا كنكتب حيت الجن ملي كنكتب كنحس به. واحد الحاجه البورطابل يكون كلكم شادين البورطابل في اليد اليسريه العرق ديال القلب، شدو كومسا باليسريه وكتب. ما كنتي امي دير لي اوديو غتقول لي باش راني نفهم القرايه. اش غنقول لك؟ غادي تجيب ولدك ولا بنتك تقرا لك ماشي مشكل، غير هو الصراحه خصك تكون فواحد البلاصه مكالميه ما يكونش فيها الضجيج. ماشي انت شاد بورطابل بحال الباب ويجي الاب ديالك ولا الام ولا الاخت ولا الاخ عاد تقول راني جاي وانت خدام معاه، يعني معاه. لا، خص يكون كالم باش ما يعرفش هنا. وتكون عينيك في واحد المكان اللي انت عارفو تحس به، ماشي هو هذاك يعني ركن من البيت كما كنقولوا حنا بالدارجه. قنت حط عينيك مادام انت كتصيفط لي اوديو كتسناني تندير لك لايك على داك الاوديو راني تصنت ليه، واوميطور انا غنكتب لك وانت عينيك كتشوف. اش غادي تشوف؟ داكشي اللي قدامك غيبدا يظهر. انت واخا كتحكي ليا
شنو كتحكي لي القصص اللي عندك، شنو طاري لك في حياتك. دير لي 4 الاوديوات 5 شنو تتحس من 1900 من 1999 من 2000 2010. احكي لي هذا كيتسمى تشخيص الحاله. انت كتحكي لي واش هذا البورطابل انا بقدره الله كيطلع لي جيني ما بغا يكون فين غادي يطلع لك. انا نعطيك الاعراض تقريبا واحد 10 نعطيك 10 باش ما تبقاش عليك. ملي تكون معايا شاد الهاتف الله يكبر بك كتحس ب10 الاعراض وانت داخل معايا. انا نقولهم لك. اول حاجه التنمل في القدمين، 1. رقم 2 التنمل في اليدين. 3 سمع الامعاء ديال البطن ديالك كتكلم، سواء الجهه اليمنيه فيك المصرى الزايده او الجهه اليسرى مصرى الغليظ او الامعاء او المعده. 3 غادي نطلعوا الصدر، كتحس بضيق في الصدر شي واحد حاط عليك شي حاجه. والتنفس ياك ندوزو القلب كيولي يضرب كتر بحال الخلعه، شي واحد كيتسنى النتيجه ديال البحر القلب ديالو كيضرب. 5 ندوزو 6 الغثيان، باغي دير القي نقولك هادشي علاش وتحس بواحد الزيتون والعظمه هنا. اتفقنا؟ تتحس بان وجهك تغير بحال الصفيفار مخلوع. 9 غادي ياكلك بين كتافك. 10 راسك كيضرك، راسك كيبدا يصدع من هاد الاعراض ياك. والعينين بعض الناس كيدمعوني كتجي فيهم ضبابه وانت معايا. انا وصلت معاك 11. وبعض المرات غالبين ديال الناس اللي كيتعجب كيشدوا التليفون كيجيبوا منها حتى كيبدا يتفور باش ينعس، حيت الجن ملي كيدخل كيشوف الطاقه قويه عليك كيخلي هذاك المريض ينعس. الا حسيتي بانك كتفوه بزاف وغتنعس حاول تبقى معاه شد، راه كيخرج لان انت كتكون بحال هكا والجن كيخرج من هنا من وراك كيتقل عليك، كتحس براسك راك ثقيل هنا. باش تعرف خدمت معاك ملي غادي تفيق انا نعطيك شكون عائلتك ولا الاب ديالك الاسم ولا الام فين ساكن ولا الحي والزنقه، كاع داكشي الجن غيقولوا ليا. هنا غتعرف التشخيص داز مزيان وتعرف الحاله. من بعد ملي تستوعب الغد ليه راه غادي نتصل بك ونخلي لك اكري غنقول لك اش عندك وغادي تعرف انت غتفاجئ، لان بعض الحاجه ما غتقولش ليا غنعرف. مثلا نقول لك انت ساكن دوزيام ايطاج انا ما عارفش، نقول لك باك سميتو كذا وانا ما عارفش خو، يعني تعرف الجن قال لي على كاع الخبر عليك، يعني غتعرف التشخيص كان انت كتكون مرفوع. هنا كنسمي الحاله التشخيص. ملي غنقول لك راه قال لي عندك السحر في الروضه ولا في مقبره غادي نتواصل معاه كيفاش باش نحيدوا هادشي. هذا هو مجمل القول ديالنا بحال وحده. دابا باش نرجع دغيا قلنا الاوديو تصيفطوه ليا باش نعرف كيفاش نديرو، وكل واحد غادي نصيفط ليه رساله معاش غادي ندخل معاه ومعاش نقول لي الحاله اللي يقول لي الشريف يعطيني الاسم ديالو، ومن دابا تدخل الاوديوات انا غنبدا نعزل. كل واحد نقول لي الساعه اللي غندخل لك والنهار، فهمتيني؟ الا كان داك الشيء كثير غادي نقسم، كان واحد جوج ثلاثه بداو معايا راه غنبدا معاهم. واحد الاخت واحد الاخ ولا اتصل بيا راه درت حددت معاهم. الحاجه اللي فيها الدفين وداك الشيء صعيب كنبدا مع 12 الليل، ماشي كنبدا بحال انا عندي مقر نو. انا الخبره كل مره كنقعد لك واحد السيمانه واحد الشهر وهذا كتعرف عليه غير سنين. ولينا تنقول له بحال عندنا راه ما عندنا مقر لا عندنا الله سبحانه وتعالى، غير دابا انا نواصل كنتعامل باش كنوصل الناس النتيجه وغتشوفوا الدليل. بحال ديك السيده ملي تنقول له خوك سميتو اختك سميتو قالت لي واش انت كتعرف راه الجن اللي كيقول ولا العفريت ولا راه حسبتو بكم بالسته. الحاله اللي كتستعصب هذاك المراه اللي عندها بنتها سطات حماقت الدفين، هذاك الشيء خليه ليا. راه ما تنديرو لا طقوس ولا مجامر لا والو، جالسين انت جالس في دارك وانا جالس في داري بحالك، انت كتهضر انت كتكتب وانا كنكتب، تنقسم لك بجلال الله هاك. راه ما كاين والو، داك الشيء من عند الله كيدخل البورطابل كنحكمو جالس. شتي انت تكون في دارك وانا مثلا خارج داري ولا في الطوموبيل مع صاحبي ولا شي بلاصه خارج داري امام الملأ بالليل نطلعوا لك، بالنهار انت في دارك وهنا في السوق ولا في قيصريه ولا في قريعه ولا في شي بلاصه ولا في البيس وغادي يطلع لك ان الطاقه دخلت لعنده باذن الله. راه ماشي فيا انا، فيك انت اللي خاص يكون عندك الهدوء في المكان اللي غتكون انت مرتاح، ما يكونش ديرونجمون. وخلي الشافي والله وخلي هاد شويه ديال العلاج يوصلت لعندك وتقول رجعكم براكس. ومن بعد غنقول لك حاله غنكتب ونقول لك اش خاصك دير وداك الشيء باذن الله. ما تفوتش معايا ساعه ساعتين ما قالنا الله يعطيك السلام.
دابا وصلنا ربع ساعة استغفر الله، غنحكي لكم واحد 5 دقائق باش نقطع الفيديو. الله يكبر بكم، ما تنساوش لايك الدراري، غنبقى نحقو 18 راه باقا ما كملاش، رزق السيدة راه باقي كيتسنى. هادشي كيخصكم نتوما، ما بقيتوش راه السيمانة الجاية راه غنتكلف الرصيف والاصدقاء. اخوان الاخوات الاخت اللي كاينه في برا ياك غنكمل لكم، ما بغيتش نقول الدولة وعلى راه سمعتوها بلاش ما نعاودها. حنا حتى هي دخلت البيت ديالها وليدها وداك الشيء مريح، قالت ليه سير تتهضر باش ما يتخلعش، حيت هو شويه صافي كانت عنده 8 سنين ديك الساعه. كدير هاد الهضره قالت لكم انا ندير نكتب وهي تهضر، انا نكتب وهي تهضر، انا نكتب تهضر شويه. قلت لها لا حبسي ديري اكرير، عرفتو طلع مزيان. وشفت الكوان ديال الدار بانت لي عافيه، هي اللي بانت لها العافيه. بقات وشات واحد النوض دخل لها الدار بحال شي بيضه، قلت لها خلي هذاك النور، حكيت ليها دابا نعاود لكم. بعد هذاك النور كبر ولا بحال شي قمر تبارك الله. وقالت لي راه بعيد عليا، هذا في القنت وهذا في القنت، وانا نطلب باذن الله جات هذيك اللي بحال القمر النورانيين، شفت بيناتها شي 50 سنتيم. قالت لي هذاك ما كيقرب هذا القمر سبحان الله، علاش القمر النور لا راه قلنا الجنود هذاك، راه حكيت لكم ديك الخطره باش ما يبقاش دوك هذا كيتكبر عنا. باختصار داك الشيء نور كان صغير كنعطيو اذن كيولي كبير، ماشي هي وماشي 2 ولا 3، 50 سنتيم. هذاك واحد النهار كيقرا حتى بالعافيه كتبدا تصفار وتحمر. قالت لك كتجهد حيت كيتصدر هو. باختصار حتى هي عرفت عليه بزاف الاشياء، وكان الزوج ديالها غيطلقها وحاطه بين عينيها. قلت لها بقوه الله ما غتطلقيش اختي. قالت لي بصح قلت لها ان شاء الله ما هي السيده بخير وعلى خير، ما نطلقهاش. حيت هو ملي هدرتو قال لي انا اللي كندير ليه هادشي، هو ما حاملوش، وهذاك ماشي جا عفريت. عرفتي شنو هو عفريت؟ هو السادس. قلنا جيني، وقلنا العمر الضاد، وقلنا روح، وقلنا شيطان، وقلنا شيطان مال، وقلنا عفريت. 6 كان عندنا عفريت خطير. شتي الشيطان المريض راه كيفوق الشيطان، كيتزاد ليه قراط. راه الشيطان في نفسه ملي كيبغي يعيط على شي شيطان مريض كيحير معاه، والعلم لله كيدير مع السياسه. حنا خاصك تقولوا الزوهريين كلمه هادشي ديال الله. حنا خدنا العرض مجدنا ولي صالح باذن الله جل وعلا في علاه. قال لك ربي لا عطاك من اوتي الحكمه اوتي الخير كثير. حنا ربي عطانا الحكمه، راه ما تنديروش يا اخي لا شي واحد يقول لك السماء ولا الدجال الله ياخذ فيه الحق. انا راه كنسامع ما عندناش هادشي. وحتى صحابك انايا جينا من اوروبا وحنينا دار درنا المجمر. قال لك واحد السيد قال لي شوف الشريف، ربي عطاك واحد حكمه خصك تعالج بها الناس، لا تحاسب عليها بحال شي طبيب. ولينا كنبغيو نعالجو الناس تنخاف اش يقولك دجال. حنا ما عمرناش عندنا مجمر الا في العيد الكبير سبحان الله. واللي كيهضر لي شي حاجه يفوت القنوات اللي كتبغي دير الخير ويمشي يشوف القنوات الاخرين راه هما فيهم كثار اللي خايبين وما تشفيهم. حنا راه ديال الله، حنا ما نادينا نبقى باش غندير في خير. نهار تشاف انت غدا معايا مع كاع الناس. انا نحكي لك واحد الحاجه، السيده جات 8 شهور ما جاتهاش. سمحوا لي العاده الشعريه، شرف الله حضركم. انا مريح مع السيد مورا العصر، تنسنى المغرب نصلي عنده قريب الجامع فاس معاه، ونتسنى العشاء. والله العظيم تنسبح. المراه جات بلا ما نحكي لكم تصلبات دار عندي، جيني دورته. السيده عارفني، عرفت اش عندها شويه فوق السيده واقفه. قالت لي الله يرحم ليك الوالدين الشريف، انا راه كنت مرفوعه ولا كنت كنسمع حاسه هادشي اللي قلتي راه كاين. الله يجازيك بخير. عطينا واحد الاخت ديالي 8 شهور ما جاتهاش المساء، يصبحوا ليها. قلت لها واخا درت مع الغد ليه مشات لا هي ملي عرفتني انا باقي حتى العشاء مشات جات هذيك الساعه. عرفتي السيده شافتها درتها انا باقي عاطي بظهري جالس، درتها بنص ساعه. قلت لها ماكي؟ قالت لي هذه غير اختها. قالت لها اختي فلانه سماتها. قالت لها هاد السيد راه جاني في الحلم 2 مرات وانا تنحلم بهذا الوجه، قالوا لي سيري قلبي عليه. قلت لها تحلفي بالله؟ حلفات لي وتحلف والجامع. قالت لي نمشي نصلي دابا ونهز يدي. وانا نقف عيني دمع. قلت لها ماشي انت راه، قلت لها واحد السيده حتى هي حلمت. قالت لي هاد الوجه انا ما كنعرفش.
قلت لها حلمتي بيا؟ سبحان الله، عادي جيتي لعندي، شوف اختك جات تقدا 8 شهور، حيت انا اللي كيجي عندي عنده 4 ايام، حقا ما قلتهاش لكم 4 ايام خاصك الا حلمتي شي حاجه قولها لي. كيبقاو هما يجيو عندك باش تعطيني اتساع، كيقول لك غنديروا لي كنفعلوا لك الخير، وداكشي كيبينوا كاع داكشي زوين. ملي تدوز عندي بحال اللي نقولوا لهم الخميس، هاد الناس الخميس الجمعه السبت الحد 40 ما تقول لك هاد الحل من عندك تكتبوا تقولوا لي، وتبدا تحس بالرؤيه. بسالينا هضرت مع السيده مشات ياك 8 شهور في هاد 40 ملي تنقول لك سبحان الله عدد اسماء حروف الله وعدد اسماء محمد، عزيز عليا ضرب 4 وعطيت العاده على نفسي هاد 4 يتحقق كلشي. 4 ايام السيده عايشه بخير، جا داك الشيء بخير كيزغرتو لها وجايبه لي قلب السكر والله اختي كادو داكشي. ولكن انا الحمد لله كنحس شديتو عطيتو صاحبي، مرة خرج جبت لي العود والعطر وداك الشيء الصلايه، والله الا هي عندي صلي كتسمع فيها اسم ديالي سبحان الله طرزاتها هاديه ملي كتخلي الناس فرحانين والناس فرحانات. خلاوها الناس معايا هنا في القناه لا نساء ولا رجال، قالك ما ديهاش فيهم. انا ما نكذبش عليك، انا في هذا الفيديو غادي نبلوكي التعليقات وغادي نعيش حياتي مع الناس اللي بغاو يتعالجوا. دوك اللي كيهضروا داك الشيء نقول له اخويا اسمح لي، الله يسامحك واللي بغيتي. خلى واحد السيد قالك سامحنا راه كنسامح، قالك الشرف يسمحنا كنسامح، دير اللي بغيتي. بلوكي اخويا التعليقات وخلينا مع الناس اللي بغاو يتعالجوا. رقم الهاتف ديالي راه كاين في الغلاف على يدك اليسار تحت اللايك، مكتوب لها الرقم بالاخضر والواتساب بالاحمر. خلي لي اوديو نعاونك في سبيل الله، وغادي يكون كانت شي حاجه مستعصيه عليك شي حاجه كثيره راه غادي نتحاكى انا وياك ان شاء الله بحول الله. الى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا برو ماكس يحييكم ويقول لكم الصحراء مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، من طرج الكويره شمالا جنوبا شرقا وغربا. الله يشافي سيدنا ويطول في عمره والاسره الملكه العلويه الشريفه. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا اله الا الله محمد رسول الله. جوكر برو ماكس.